السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض اكلة جميلة جدا جدا، اكلة من مطاعم حضرموت. هنعمل مندي الفراخ بالرز بتاعنا المصري، مش هنستخدم رز بسمتي خالص. طبعا الرز البسمتي غالي، فالرز المصري بتاعنا مفيش احلى منه. طعمه جميل وحلو جدا جدا، وبينفع في كل الأكل. يعني بينفع نعمل منه كبسة وينفع نعمل منه مندي. أي أكلة عربية بتنفع بيها. احنا بنمشي أي حاجة بأي حاجة. أكلة حلوة جدا، أحسن ما هنشتريها من مطاعم حضرموت بالشيء الفلاني. احنا هنعمله في بيتنا، نعمل كل الأكل في بيتنا. بس يلا بينا بقى نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بينا يا حبايبي نشوف الطريقة هنعملها ازاي. اول حاجه انا غسلت الفرخه كويس جدا 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 وصفيتها، وبعد كده نزلتها بقى في الحله بتاعتي. انا مولعه النار وحطيت الفرخه وانزل عليها بميه مغليه. اهم حاجه الميه تكون مغليه. ولما يطلع بقى منها ريم نشيله. اهم حاجه الخطوه دي في اي سلق لحمه او فراخ، عشان ما تبقاش الشوربه زفره ولا الاكل زفر كده وطعمه وحش. حطيت ورق لوري وحطيت البصله طبعا، واحط التوابل بتاعتي. عبارة عن ورق لوري وكركم وكاري وملح طبعا وفلفل أسمر وبابريكا، ونسيبها لحد لما تستوي. بعد ما استوت بقى جبت الصينية بتاعتي أو الحلة بتاعتي، نزلت بيها بتوم مجفف وورق لوري وبرده كركم وكاري، بصل بودر وتوم بودر وفلفل أسمر، وقلبتهم تقلبتين. وبعد كده نزلت بالرز بتاعنا. طبعا كل واحد بيعمل كمية الرز الكمية المناسبة ليه. يعني كل واحد على حسب الأعداد اللي عندكم. بس أهم حاجة الشوربة قد الرز بالظبط، أو المية قد الرز. بعد كده حطيت الملح بتاعنا ونقلب برضو. أكلة جميلة جدا 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 وهتعجبكم جدا. البهارات اللي فيها والتوابل مخليها بجد تحفة، أحلى بقى من حضرموت بكتير. بيتي بيتي. أكون بقى في الوقت ده صفيت الشوربة اللي فيها الفراخ ومجهزاها. بعد ما شوحت الرز هنزل بقى بالشوربة. برضو الشوربة لازم تكون سخنة. الشوربة قد الرز بالظبط، يعني شوفوا كام كوباية وتحطوا قديها الشوربة أو المية. بس احنا طبعا سالقين الفرخة، فهناخد الشوربة بتاعتها دي ضرورية، هي أساس الأكلة. ونسيبه لغاية ما يغلي غلوتين، وننزل بقى بمعلقة زبدة كده، بس هي هتسيح جواها. وانزل بقرنين فلفل اللي بيدوها الطعم الجميل. طبعا هما مقفولين مش هيشطشطوها ولا حاجة. وده لون طعام انا دوبته في حبة مية وهنسقسقه كده وخلاص، عشوائي. ونسيبهم بقى مع بعض يتشربوا لحد لما يستووا ويكونوا بالشكل ده. ونقلب بقى يبقى الرزاية واحدة وواحدة، واحدة حمرا وواحدة صفرا. مفيش احلى من كده. شكله جميل جدا وطعمه احلى بجد والله. لون الطعام ده صحي، في منه برتقاني، في منه اصفر، في منه احمر، في منه اخضر. انا دوبته شويه ميه حبه صغننين خالص. لما تيجوا تستخدموه بتاخدوا حبه صغننين خالص وتدوبوهم في حبه ميه تخففوه، وتسقسقوا كده من فوق عشوائي كده، عشان يبقى الرزايه واحده واحده. ومش هنقلبه الا بعد ما يستوي زي ما حضراتكم شفتوا كده. بصوا بقى الفراخ طبعا انا دهنتها صلصة برضو وتوابل، وحطيتها في الفرن عند الشواية، وحمرت بالشكل ده. حطيت معلقة صلصة على معلقة زيت، فلفل أسمر، بابريكا، كركم، وقلبتهم ورحت دهن الوش. وطبعا حبة خل وليمونة. وآخر خطوة بقى اللي حضراتكم شفتوها، جبت ورقة فويل حطيت عليها فحمة ومعلقة زيت، وغطيتها وسبتها لحد ما خدت ريحة بقى كأنها فراخ مشوية. مندي مدخن.
بنغرفها بقى في الصينية بتاعتنا بقى. احنا بنشتريها بالشكل ده في الصينية كده، وفوقيها اللحمة او الفراخ، فراخ مدخنة ورز مدخن جميل جدا، طعمه بجد تحفة. ايه رأيكم بقى؟ جنب حبة سلطة دقوس، يا سلام، حاجة بجد جميلة جدا. مش هنشتري اي حاجة جاهزة من بره تاني، كل حاجة نعملها ببيتنا ونأكل ولادنا من ايدينا. اتمنى بقى ان طريقتي تكون عجبتكم، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان عجبتكم الطريقة وعجبكم الفيديو. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك والشير والسبسكرايب، واتمنى تشرفوني وتشتركوا في القناة وتدعموني وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اي حاجة جديدة اعملها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.